ضيعها يا ضيعها يا ركلات الترجيح ضيعها صد عواد يا ولد يا لعيبه كبير يا ولد يا لعيبه كبير يا عواد ما سهله يا عواد في اخر الزاويه فوق خالص يسجل مش عارف صد دي في المقدمه اول مره الشباك تهتز خلاص واخيرا بس بعيدة أوي. الشباك اهتزت. ده ركله جزاء عظيمه ركله جزاء رائعه جدا. والان عبد الله السعيد عبد الله سعيد ضيع في الدوري يبقى اذا مش هيضيع المره دي. واللي بيشوط الركله الاخيره 19 و19 بالنسبه للزمالك الشناوي وعبد الله السعيد. يلا عبد الله الشناوي اصدقاء الشناوي وعبد الله السعيد. حلو يا عبد الله يلا حلو يا عبد الله يلا عايزين نصد الاربع الكور الجايين بقى عشان نكسب. شوف الجماهير الان على اعصابها الجماهير الان حلو يا عبد الله يلا عواد. عموما دا سيلفا هو اللي هيسجل الان. دا واد ده برازيلي غريب يبقى اذا يضيع عادي. احنا متعودين الاجانب بيضيعوا. لصالح فريق نادي بيراميدز. عواد ما يعرفوش اول مره يجي يشوط ضربه جزاء عندنا. جميله اجواء جميله شكل جميل اجواء جميله. لا الواد البرازيلي ده ما بيهزرش هيجيبها. التسديده الثانيه الركله الثانيه صد يا عواد الركله الثانيه اعمل اي حاجه. عواد ودا سيلفا يا راجل ما انت رايح ناحيتها. يسجل دا سيلفا يسجل ايفرتون دا سيلفا. لا بصراحه عليها حلو عواد 2-1 نصد جاي. نادي بيراميدز. سجل لنادي الزمالك عبد الله السعيد وادي ايفرتون دا سيلفا. يا عواد يا عواد في ايدك الثاني لصالح نادي الزمالك. لمسها انا عارف. ركله الجزاء الثانيه يلا يا ونش هو 28. الشناوي مين اللي هيبقى عنده؟ يلا يا ونش. ادي الونش الله حلوه جت. ده انت مرزق يا ونش والله مرزق. حلو يلا حلو يلا ونش والله حلو يا ونش. محدش فيه ما ضيع بقى ولا ايه؟ عبد الرحمن مجدي والركله الثالثه لنادي بيراميدز. عبد الرحمن مجدي يا ولد العيب. ايه ده يا عم؟ ده عيل اهو. اذا يسجل فريق نادي بيراميدز. محدش هيضيع بقى ولا ايه؟ 3-2 الان لصالح فريق ده بالنسبه لصالح نادي. جت الكرة اللي هو هيضيعها خلاص. اسمع اللي بقول لك عليه هو هيضيع الكرة بتاعته اللي بيضيعها كل ماتش. هي ضربة جزاء. الزمالك وادي على طول الشناوي ناصر ماهر. حلو يلا يا ناصر يلا. حلو يلا يا ناصر يلا. 3 زمالك 3 بيراميدز. متعة هنا في مضيعات ليه؟ متعة ما بعدها متعة إثارة جميلة. نصد بقى واحدة بقى عايزين نطمن شوية. ايوه بره يا كارت شوطها بره يا كارت. اسمع الكلام بقى اسمع الكلام. انت واد مغربي. ركلة الجزاء الرابعة بالنسبة أو ركلة التسديد. ان شاء الله هيصد دي. وركلة الجزاء الرابعة بالنسبة لفريق بيراميدز. وليد الكارتي. يلا عواد يلا عواد. عواد والكارتي. عواد والكارتي يا ولد يا عواد. ده لعيب كبير. ده البلاس 11 بتاع اي فريق دوت الكارتي. لاعب من اللعيبه الممتازين جدا امام الشناوي. محمد شحاته. يا ترى مين اللي هيضيع؟ لاعب محمد شحاته المستقبل الكبير لنادي الزمالك. لا يجيبها ان شاء الله. الزمالك محمد شحاته ركله الجزاء الرابعه لنادي الزمالك. ادي على طول شحاته وركله الترجيح الرابعه. شحاته حلو يلا شحاته. حلو يلا شحاته. سلامات وتحيات لشحاته ممتاز. لا مش ممكن. 5 الركله الخامسه لصالح القلعه او لصالح نادي بيراميدز اللي بيحاول يبني قلعه بيحاول يبني فريق بطولات فريق ارقام فريق معطيات فريق بطولات ممتاز جدا. اذا الان مصطفى زيكو ضيع بقى يا اسطى مش هينفع كده. ما انت لو ما ضيعتش احنا هنضيع. مصطفى زيكو وركله جزاء. وانت مش شاطر بكده بس كان حلق دقنه. الخمسه البيراميدز. زيكو عواد الله يا عواد اخيرا يا عواد صديت كوره. ايوه حلوه ممكن عواد للفاينل. حلوه ان شاء الله الاخيره نجيبها. يشيل عواد الكوره على فريق. حلوه يا عواد. اذا اللاعب مصطفى زيكو يضيع الكره. مين بقى اللي هيروح يشوط؟ في الخمس المعقل والمسرح مع نادي الجزيره. حلوه يا عواد. شوف الاثاره شوف المتعه شوف عواد يعود بنادي الزمالك. كره الفاينل. يا مين؟ شيكو بانسا. لا ده الجزيري حلو الجزيري. هيجيبها ان شاء الله بيعرف يشوف. الزمالك الفاينل امام الاهلي يوم 9. سيف الدين الجزيري. الله يا جزيري. ايوه هاتولنا بقى الاهلي اللي بشخهم. ايوه حلوه يلا. حلوه يلا يا عواد يا جزيري يلا. حلوه دي. هو ده اللي عامل لكم الزعل اللي غلبكم في الدوري. هو ده.